سلام ومرحبا بكم في ستوري بالدارجة. غنبدا معكم القصه ديالي ملي كنت باقا صغيره وكنا عايشين في واحد الفيلاج حتى هو صغير. واحد الفيلاج بين المدينه والباديه، وواخا كان فيلاج كان فيه الضو، كان فيه الماء، فيه الكوليج فين كنا كنقراو. حنا كنا 5 تاع البنات وما كانش عندنا شي دري، يعني ماما ما كانتش كتولد الولاد. با مسكين كان واحد الراجل طيب الله يعمرها دار، وكان غير طاب معاشو كيتقاتل مع الزمان، تما راه يحفر هنا يحفر لهيه، يبني هنا يقابل الفلاحه ولا يوقف على شي دار يقابلها حتى هي حتى تبنى. المهم كيتقاتل وكيجيب ديك لقمه العيش بدراعو. وفي الجهه الاخرى كانت ماما واحد المراه اللي من نهار عقلت على راسي وبديت كنوعى، وهي واحد الانسانه اللي غير مسؤوله بالمره. هادشي كنقولو ماشي حيتاش حاقده عليها ولا حيتاش ما كنحملهاش ولا حيتاش انا مسخوطه تمي، ولكن راه هذه هي الحقيقه المره اللي كنا عايشين فيها مع ماما. داك الوقت كنت باقا صغيره، وكنت كنجي انا وخواتاتي من المدرسه ومقهورين بالبرد ولا بالصهد، وكنلقاوها ساده الباب وما كايناش في الدار وخارجه الدور، وكنبقاو جالسين في العتبه تاع الدار حدا داك الباب، جالسين 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 جالسين. وإلا كان شي برد كيدوز علينا، كان شي صهد كيدوز علينا، كان شي ظلام كيدوز علينا، الجوع كذلك كيبقى ياكل فينا، حتى كتجي على خاطرها عاد كتحل علينا الباب وندخلو. يلا كندخلو، يلا كنوضو نوجدو اتاي وخبيز باش نسدو الجوع وصافي. وهذا السيناريو هذا اللي عاودت لكم دابا كان كيتعاود بزاف. وهي ماشي كانت كتخرج زعما تخدم ولا عندها شي ضروره علاش كتخرج، لا هي كانت الهوايه ديالها والهوس الوحيد ديالها هو الدوران، وتبقى من دار لدار مع العيالات، ما كتخلي حتى بلاصه، ما تخلي عراسات، ما تخلي اسبوعات، كتخرج بمناسبه ولا بدون مناسبه، المهم خصها تخرج، خصها الدور، وتبقى هي والعيالات يتجمعوا عند هادي، يتغداو عند الاخرى، يديروا سكسو، يديروا رفيسه. المهم هاد الامور هذه هي اللي كانت معمره لها عقلها. اما الدار ولا الولاد ولا الراجل ما كانوش نهائيا كيهموها. واختي الكبيره مسكينه الصراحه هي اللي كانت هازه الثقل، هي اللي كانت كتجمع وتقاتل باش ديك الدار تكون هي هذيك على قد جهدها وعمرها هذيك الساعه. حيت واخا قلت لكم اختي الكبيره راه ماشي كبيره في العمر، حنا راه بجوجنا كنا صغارات ديك الساعه، ولكن هي كانت كبر مني، داكشي علاش كنسميها اختي الكبيره. وفي دارنا كنا دائما المشاكل بين ماما وبابا، دائما الصداع، يوميا الغوات، يوميا المدابزات، كنا عايشين في واحد الحزن رهيب. وكنا يا ويلك تغلطي ابسط غلط اولا تهضري معاها كانت كتخوي فيك كاع داك السم وداكشي اللي دار فيها با، وتشدك وتبدا تعطيك 3 ديال العصا، شحال كلينا ديال الشحط وديال العصا وديال الضرب على والو هكاك، ظلما وعدوانا على حوايج ما درناهمش كاع. عرفتي وكانت كتشدنا غير الا بغى يسمح ليها الله وصافي، وما انا ما مسامحاش ليها، كانت كتشدنا وتشتف علينا، تبقى تقول لنا شي هضره، عرفتو شي هضره اللي ما تقدروش تقولها لعدوك، واحد الهضره كتضر في القلب الصراحه. داكشي ديالها كان بزاف. واخا ما كنا كنديروا لها حتى شي حاجه كانت كتمارس علينا واحد العنف نفسي وجسدي خطيرين. وكان السبب الرئيسي ديال هذا الصداع ديالها هي وبابا هو غالبا كان كيكون ولا دائما الا بغينا نقولوا هو المصروف. با كان كيتقاتل المسكين وكيجيب التقضيه والخير وكل شيء موجود في الدار. المهم ملي كتسمعوا الخير راه الخير على قد حاله، ولكن امي كانت كتصرف بلا قياس. داكشي تاع الزردات والجماعات ديال العيالات، كل نهار مجموعين هادي، كل نهار دايرين سكسو، كل وحده اش جايبه، كل نهار رفيسه، كل نهار دايرين كاسكروطو مقدا هادي وتاع السكر تتي اتاي، بعض المرات حتى الدجاج كتهزو تتي من الدار وتتي ليهم. هوبا مسكين كل مره كان كيسيق الخبر لهادشي كيبدا يتغدد ويبقى هو وياها مدابزين علاش كتتي، خليه البنات ياكلوا حيت هو مسكين خدام على قد الحال، يعني فاش كيتقدر كيجيب شي حاجه لدارو ماشي انت باش تهزيها وتتيها عند عباد الله. ولكن مع من كيدوي لا حياه لمن تنادي، وغير كيجبد معها با هاد الموضوع ولا يصبا وتبدا تبرد غديده فينا بالنتيف وبالعصا. باقي عاقله كنا نهار السبت والحد الويكاند كنكرهوه، عرفتو كان كيدوز عندنا بحال الجحيم. كانت كتنوض وتجبد كاع الماعن تحطهم لينا باش نحكوهم، وتجبد المنطات نزبنوهم، وتجبد فين ما كاينه شي حاجه خاصها دار شي اعمال شاقه كتحطهم لينا في داك الويكاند. وحنا باقيين بنات صغار، والله انا باقي عاقله، كنت باقا كنقرا ديك الساعه في الثاني، يعني في الابتدائي باقا في الثاني، وكتزيدني المنطات فازقين وتقولي شتفي وديري وتبقى تنقر عليا ودعي عليا الله يدير لك الله يفعل لك الله يترك لك. صراحه دوزنا واحد الطفوله بائسه بزاف معاها. عمرني لا انا لا خوتي ما حسينا بهذاك الحنان ديال الام
الأم ولا عقلنا على شي تعنيقة ولا شي كلمة زوينة ولا الحنان ديال هاد المرأة عمرنا ما عقلنا عليه كي داير. يعني لحظة وحدة زوينة مع ماما في الطفولة ما كيناش عندنا في الذاكرة نهائيا، ما عندناش. وتخيلوا حتى المشيط نتاع الشعر كانت كتمشطو لينا بالنقير وبالعصا وبالمعيور. اختي مسكينه الكبيره عاشو بسبب هداك الضغط وداك الستريس وداك الظلم والمرض اللي كنا عايشين فيه، مسكينه مرضات بالاعصاب، ودابا راه فمها من التحت كيبقى كيترعد، ماشي بوتفتاف ولكن غير الفم ديالها من التحت كيبدا يترعد ويشطح بحال عرفتو بحال دوك الرجال الكبار فاش ما كيبقاوش يقدروا يتحكموا في فمهم بحال هكا. فخلات ما دارت، مشات للاطباء، مشات للرقات، ما خلات فين مشات ما لقاتش الدواء، حيت داكشي عندها صدمات نفسيه، يعني داكشي كبر منها وكبر من الدواء، وهي مسكينه اللي هزت الدقه والصدمه الكبيره. بقينا عايشين هكاك، دازو الايام، دازو الشهور، دازو السنوات، ووصلت للتاسع الكاتريام. كانت عندي ديك الساعه 14 عام، وانا رغم الظروف ورغم داكشي كامل كنت واحد البنت اللي ذكيه وكنقرا مزيان، وكنت دخلت للمدرسه بكري، وكنت كنحماق على القرايه بحال هذيك المدرسه والقرايه كانوا هما المتنفس الوحيد ديالي. واحد النهار جبدات معايا ماما الموضوع نيشان، قالت لي شوفي غادي تمشي تخدمي، بركه عليك من هذيك القرايه، اش كاع داروا هذوك اللي قراو. اختك الكبيره قرات حتى عيات وجلسات، وانا اصلا ما عنديش باش غادي نقريك ونبقى نخسر عليك وفي الاخر تمشي لعند راجلك. وانا ديك الساعه مع داك العمر بداك الصغار وداك الشيء ما كنتش واعيه بشنو كتقول ليا، ولا ما كنتش عارفه باللي راه هذيك جريمه كدير هاد المراه في حقي. صافي واخا كنت كنقرا مزيان وداك الشيء، فرحت شيئا ما ملي قالت لي بحال هذيك الهضره، حيت كنت غادي نتهنى من الامتحانات، من الفيق بكري، من الدروس، وما تناقشتش معاه حيتاش اصلا ما نقدرش. قلت لها صافي واخا. با من ساق الخبار ناض بدا كيتناقر هو وياها، مني منك، خلي البنت تقرا، واش بغيتي تخرجي عليها، واش هذا واش هادي. ولكن راه كانت هي واحد السليطه منها ما كاين، هو فلات عليه وفرضات عليه بالزمن انني نخرج من القرايه. خرجت فعلا، بقيت جالسه في الدار وما دازش بزاف تاع الوقت، واحد المده قصيره، مازال حتى ما ارتحيت من القرايه وديك السرواجي والفيق بكري. حتى لواحد النهار جا واحد الراجل قال لك غادي يديني. هذا الراجل هذا كان كيجي موي من العائله، كان ريحه الشحمه في الشاقور، وكان خدمته كان سمسار، كان كيعرف الناس في المدينه وكيجي كيدي الخدامات من هكا من الباديه ومن الفيلاجات ويقلب لهم على الكرا وعلى الخدمه. عرفتوا هادشي راه دازت عليه سنين. دابا انا راه عندي 38 عام ومازال عاقله عليه بالتفاصيل لو ممله ديالو. دابا كنعاود لكم وكيدوز قدام عينيا بحال شي كاسيطه. جا داك السيد عرفتو بحال دوك الافلام فاش كيمشي شي واحد لشي باديه ياخذ البنات من عند دوك العائلات الفقيره، كيجيب ديك البنت بحال شي نعجه ولا بحال شي امانه ويحطها في شي دار، وديك البنت جايه معاه مسكينه وما عرفاش المصير ديالها. بحال هكاك طرا ليا. بداو كيزينوا ليا الفكره ويشكروا ليا في المدينه، وباللي راه غنشوف داكشي واعر، غنشوف حوايج جداد وما غاداش نشقى بزاف، غير غادا نتسخر وغادا نتعلم الحرفه. جمعت لي امي شويه تاع الحوايج في واحد شويه كيش، وتوادعت مع خواتاتي مساكن، وانا فرحانه. توادعت مع با مسكين اللي ما كانش باغي كاع هادشي وما كانش عاجبو الحال، ومشينا ركبنا في الكار وبقينا غاديين في هذيك الطريق ساعات، حيتاش المدينه كانت بعيده بزاف اللي كانت غادا ليها. وانا نعست في الطريق، نعست حتى فيقني الراجل ملي وصلنا. هبطنا من الكار، شدينا طاكسي حتى للدار تاع ديك السيده اللي غادا نخدم عندها. كانت ساكنه في واحد البارطما صغيره عاديه، ماشي الفيلا ولا شي حاجه، لا كانت غير بارطما صغيره وعاديه. وهاد المراه باش نحافظ على السريه تاع القصه غادي نسميها لاله خديجه. في الاول فاش يلا وصلت عند هاد لاله خديجه عطاتني واحد الوجه زوين، ديك المراه الطيبه اللي غتجيرني بحال بنتها، وانا ماشي خدامه غير جيت نعاونها. هادشي كان في الاول. غير داز شويه تاع الوقت وهي تحيد داك الماسك ووراتني الوجه الحقيقي ديالها وديك القسوه ديالها، والصراحه تكرفست عليا. عرفتو كانت كضربني وتعدى عليا، وكان داك الشغل اللي كتعطيني كان فوق جهدي بزاف،
وفوق الطاقة تاع واحد البنت اللي باقا صغيرة، يعني اللي في داك العمر. هي هاديك دوزت عندها عام، وفي داك العام الأول عندها كانوا جاوني لي غيب، العادة الشهرية ولا الدورة الشهرية كل واحد شنو كيسميها، كانوا جاوني لأول مرة في حياتي، وأنا كنت باقا صغيرة ومخلوعة ونفسيتي ما عارفاش شنو داكشي وما فهماش عرفتو. ومني شفت داكشي ومشيت عندها كنجري ومخلوعة ونفسيتي مدمرة وما فهماش، وقلت لها راه شنو كاين شنو كاين، وبلاصة ما تشدني وتفهمني وتعامل معايا واخا غير بشويه تاع ما غنسميه كاع حنان، غير شويه الانسانيه. عرفتو خرجت فيا عيا وهي تقول لي شوفي نقول لك 3 الحوايج. اول حاجه ردي بالك عندك يتقاس لك الفراش بهذاك الشيء بهذاك الوسخ. ثاني حاجه حضي راسك وحضي رجليك وجمعيهم راكي كبرتي. وثالث حاجه واخرها نوضي تقعدي سيري فين تشقاي. انا باقي كنستوعب داكشي اللي طرا فيا حتى زاد صدمتني بداكشي اللي قالت لي. عرفتو كانت واحد المرأة ما فيها لا رحمة لا شفقة. وهاد المرأة هذه اللي كنعاود لكم عليها راه ماتت الله يرحمها، مع ذلك الله يرحمها، ماتت بالفقصة حيت كان ولدها دابز مع واحد صاحبه واحد المدابزة، وصدق ولدها قاتل الدري، والدري مشى للمقبرة وولدها مشى للحبس ضربوه بشي 25 عام، وهي مسكينة بهاديك ديك الفقصة وداك الشيء ماتت. وخا حاقدة عليها وما مسامحاش، ولكن والله كنقول الله يرحمها وصافي الله يغفر لها. مع ذلك انا بقيت معاها خدامه معاها كنضرب في تماره، وداك الصالير ولا ديك الشهريه اللي كانت دايره ليا واللي كنت كنضرب عليها تماره والكرفي كنت كتمشي نيشان لعند امي، يا اما كانت كتصيفط عليها ولا كان كيجي داك الراجل داك السمسار اللي جابني النهار الاول كيتشي عليها. ما عمرني ما شديت ريال في يديا من هذيك الشهريه ولا من دوك الفلوس تاع ديك التماره اللي كنت كنضرب، او لا حتى نخرج نشوف الزنقه. عرفتو كنت محبوسه، كنت بحال شي عبده عندها، عبده مملوكه بحال هكا. كنت جلست عند هاد المراه عامين ديال العذاب، عامين تاع تماره، عامين تاع العبوديه. وفي ديك العامين كنت مره ملي كيجي داك السمسار يدي داك الخلاص ولا يجي يقضي لها شي حاجه كنت كنبقى نبكي عليه، ولا مثلا ملي كانت كتجي امي تزورني كنبقى نبوس ليها الرجلين واليدين ونبكي عليها ونقول لها عافاك امي الله يرحم لك الوالدين، ديني لاي بلاصه، نشقى لك في الدار، نخدم عليك في الفيرما، ندير لك اللي بغيتي، غير ديني من هنا الله يرحم لك الوالدين امي. ولكن هي راه عرفتو ما كانت كتحر، كنبقى نبكي ونبوس لها في اليدين وفي الرجلين، ولكن ما يمكنش داك القلب عندها كان من الحجر، كتخليني حتى كنسالي وتبقى عليا. شوفي جلسي راه هكا باش غادي تتعلمي وغادي تولي حاذقه ومعلمه، وراه هادشي كله اللي كديري راه غير مصلحتك. يسحابك نفعنا حنا، راه هادشي كله راه غير مصلحتك نتيا، وهي اصلا المراه راها بحال امك، راه الا ضرباتك راه ضرباتك غير باش تطلعي بنت حرة وماضيه، راه بغات لك غير الخير. وكانت كتزيد مع الطريق وتخليني ما سوقاش هي بكي كل العصا ترتقي داكشي ما سوقاش. هي الشهريه علاش جات راه كتجي كتاخدها حيتاش اصلا ما كانت كتجي تشوفني باش نقولها لكم النيشان، كانت كتجي غير نهار كتقرر هي اللي تجي تاخد الشهريه، ماشي نتوصلها ولا يجيبها لها السيد، كتجي وكتاخدها وتضرب دويره في المدينه وترجع وكتدير زعما راها جايه تشوفني. بقيت عايشه بحال هكاك وصابره حتى لواحد النهار اللي قرر سيدي ربي الحنين يعفو عليا. واحد النهار جا داك السمسار ولقاني حالتي حاله فيا لاطراس ديال الضرب في عنقي ومقموشه ولحمي كلها زرقاء. شافني تصدم وقال لي مالكي، وقلت ليه راه شدتني وعطاتني قتله ديال العصا. هو ينوض ودار فيها، قال لي راه حشومه البنت راه باقا صغيره واش دارت لي كاع. وهي ما عجبهاش الحال انني نقول ليه ولا انه يشوفني ولا يهضر معاها، تقول لي شوفي جمعي حوايجك وزيدي مع الطريق. هي هذيك قال لي جمعي حوايجك، جمعتهم في واحد الرزيمه ومشيت معاه. عرفتو وانا خايفه وكنطلب فيه كنقول ليه راه امي غادي تضربني عافاك لا بلاش غنطلبوها. هو يقول لي شوفي غير زيدي. ركبنا في الكار ورجعت للبلاد، وكنت واخا هكاك فرحانه واخا عارفه راسي راه غادي نرجع للجحيم عند ماما، ولكن على الاقل قلت بعدا كاينين خواتاتي وكاين با ماشي معذبه نفسيا وجسديا ومغربه من الفوق. حيت بالنسبه لي انا المدينه راه كانت بحال الغربه. هي هذيك رجعت للدار وديك امي عاد مازال تكرهاتني اكثر ما هي كتكرهني، وبقيت عاطيها غير الشقا بالليل وبالنهار غير باش ما نشوفش وجهها. كنضرب في التماره والكرفي الكحل غير باش ما نسمعش هضرتها وما نشوفش كمارتها. وهي عاجبها الحال ما مسوقاش، مكمله في داك الدوران ودوك الخرجات ودوك المناسبات ديالها وعايشه الحياه.
بقيت عايشة بحال هكاك على داك الحال حتى كملت 18 عام. مع كملت 18 عام جابت لي امي واحد المرة قالت لي راه بغاتك لولدها. بكيت وغويت وقلت لها لا انايا تعديتي عليا، خرجتيني من القرايه، صيفطتيني نخدم في التجور، تكرفست ودابا باغا تزيدي تزوجيني بهذا الزواج هذا التقليدي. انا ما بغيتش، جدبت بكيت درت كلشي. قالت لي شوفي راه طيري وتنزلي تحماقي، راه خاصك تزوجي وراه غادا تزوجي صافي. هاد المرة كان تا هو باغي وبقى معاها كيحاول يقنعني، كيحاول يضغط عليا تا هو معاها وقنعوني وقبلت. تزوجت درت العرس داكشي غير على قد الحال ومشيت الدار ديال راجلي ولا دارهم، حيت انايا عشت مع عكوزتي. يعني عشنا مع مو ما عشناش بوحدنا. راجلي كان معلم، كان كيقري في واحد الفيلاج بعيد واحد شويه، كان كيجي مره في 15 يوم، كان كيجي غير في الويكاند. وعاود تاني عند عكوزتي غادي نولي خدامه، غير هاد المره خدامه فابور. ايوا العكوزه واللويسات وتشوفي الحرب وتشوفي الزيار كي داير. كان هو فاش كان كيجي كنت كنبقى نقجر عليه ونقول ليه ديني معاك، ما كاينش زعما حنا لاش مزوجين مني انا غادي نبقى مع امك وانت عايش تما بوحدك. بقيت عليه حتى قنعته يديني معاه للبلاصه فين كيقري وفين ساكن هو. مشيت معاه زعما كنقول راني غادي نمشي مع راجلي وغادي نعيش الحياه الزوجيه، غنعيش حياه زوينه وغيكون موحشني وخصو حتى هو اللي ونسو. ولكن الصدمه كانت اكبر من التوقعات ومن داك الاحلام اللي كنت كنحلم. هاد الراجل كان لا حب لا احترام لا مشاعر لا حتى شي حاجه. هو كان تزوج بيا غير باش يحطني خدامه حدا امو وخواتاتو فقط لا غير. عرفتو كنت عايشه معاه، كان هو داير بحال شي كادر محطوط في ديك الدار بحال هكا، كيمشي كيخدم كيجي كيقابل التلفازه كياكل كينعس، لا كلمه زينه لا خرجه لا والو. واخا عنده الويكاند وعنده الامكانيات الماديه مقارنه مع الناس تاع ديك البلاصه، ولكن هو ما كاينش لا حياه لمن تنادي. عاد ما زاد الطين وبله ولا كيفاش كيقولوا، لا عاد ما زدت مرضت بالمصرانه الزايده وتكرفست بزاف الصراحه. عرفتو كنت كنبقى نطلب ونبكي غير باش يديني للسبيطار، وانا كنتوجع كنموت بالوجع. البكا دموعي كيتلاقاو وهو كاع كيتسوق ليا صراحه. كنبقى نبكي بحال اللي كنبكي على داك الحيط، ما كانش كيتسوق ليا نهائيا. عرفتو كنت كنبكي عليه حتى نعيا وكنت كنمشي بوحدي في الاخر نمشي للسبيطار هكا كنتوجع وكنموت ونجيب الورقه ديال الدواء وقول ليه عافاك غير سير جيب لي الدواء. ها هو انا مشيت عند الطبيب جبت الورقه غير سير جيبوا لي، الله يرحم ليك الوالدين جابوا لي من الفارماسيان. وما كانش كيبغي يمشي، كنعاود نوض بداك الوجع وداكشي كامل، ولا نطلب شي جارتي تمشي معايا تنتقداه. وفي هاد الازمه وهاد المرضى وهاد الشيء اللي كنت كندوز منه عيطت لامي واحد النهار في التليفون وبقيت كنبكي عليها ونشكي عليها وقلت لها امي راني غادي ندير العمليه وراجلي يعني عنده لاسيورونس ولا التامين الصحي ولا التغطيه الصحيه ما عرفتش كل واحد كيقول لها راه غيخلص شويه، ولكن غيخصني مازال نزيد نخلص واحد شويه، يعني عندي شويه المصاريف. عافاك امي عاونيني الا تقدري الله يرحم لك الوالدين. وكنبكي عليها وانا كنت عارفه بلي امي كانت عندها واحد السلسله ديال الذهب اللي كانت غليظه وثقيله ديال زمان، راه دابا تجيب اكثر من 2 المليون ولا 3 كثار، تجيب شي 4 المليون. وبقيت كنطلب فيها وقلت لها تبيعها وتفكني من هذا الشيء اللي انا عايشه فيه، راني غادا نموت. قلت لها غير نولي شويه ونردها لك ان شاء الله، خير بشويه بشويه ونردها لك. والله ما تسوقات ليا. عرفتو خلاتني تساليت وهي تقول لي شوفي، قالت لي هاد السلسله راه ما غاديش نبيعها، واخا تنطبق السما مع الارض ما غاديش نبيعها. ما يمكنش انا السلسله ديالي نمشي نبيعها باش تحيدي انت المصرانه الزايده. عرفتو ما عرفت والله لا الكلمات باش نعبر لكم على الاحساس ديالي ديك الساعه ما لقيتهمش، لا حول وصافي. عرفتو كانت كتشوفني كندوب بحال شي شمعه وما حناتش فيا. المهم دازت العمليه بداكشي اللي عطا الله وليت شويه ما جاتش طلات عليا، ما جاتش شافتني، ما سولتني لا اش درتي باقي لا اش ما درتي لا كي بقيتي لا حتى شي حاجه. وزيد عليها الصدمه القاضيه هي ملي عرفت باللي مورا ما درت انا العمليه حيدات هذيك السلسله وعطاتها لخالي الصغير. خالي كانت عنده تقريبا شي 20 عام ديك الساعه وكان متزير ومحتاج الفلوس، وحيداتها وعطاتها لهداك خالي. عرفتو فاش سقط الخبار بحال كان واحد الخيط قيوق شاد بيني وبينها وقطعتيه، قطع داك الخيط وولات عندي واحد الكراهيه شديده لامي، كراهيه ما عمري ما كرهت شي واحد في حياتي بحال كيما كرهتها. دوزت ديك العمليه قلت لكم بديت كنتوكاد وبديت كنرجع صحيحتي وانا نقصح راسي وجلست مع راسي وانا نقول ضروري ما خصني نلقى الحل راسي وندير حد لهاد المعيشه هذه اللي انا عايشاها. الا بقيت مع هذا الراجل غادي غير يقتلني بالاعصاب، وهي اصلا خرجوا لي الاعصاب في
المره الجايه تقدر تجيني شي حاجه اكثر من هذا الشيء وراه ما كيعقل عليا حتى شي واحد. صافي قررت قلت انا خصني نخرج راسي من هذا الشيء براسي. وليت حتى انا كنخرج، وليت كندير صحابات. تعرفت على واحد البنت كانت جارتنا، بقيت كنمشي عندهم بزاف، كنبقى نجمع معاها مع امها مع خواتاتها. صراحه كانوا واحد الناس الله يعمرها دار. كانت اختهم الكبيره كتجي من الناظور، كانت خدامه هي في الناظور، وتعرفت عليها حتى هي وعاودت لها مشاكلي، عاودت لها حياتي، عاودت لها هادشي كله اللي عاودت لكم. ومني عاودت لها هادشي كامل وهي تقول لي شوفي انت ما عندك مع الاولاد، لو تعدلت حتى شي حاجه ديري الحل راسك طلقي، وانا غادي ندبر لك على خدمه في الناظور وجي خدمي وبداي حياتك. ما عندك حتى شي حاجه تقلق، انت ديال راسك خفيفه، ما عندك حتى شي حاجه تقلق، خصك غير شويه الشجاعه. والصراحه شجعتني بزاف وديك الفكره دخلت لي راسي وعشات لي في راسي. وانا نوضه وحده قلت لي راه غادي نطلق بلا ما ندخل معاه في التفاصيل، بلا ما ندخل معاه في الصداع، بلا ما ندخل العائلات يعني امي ومو داكشي ما دخلتهمش نهائيا. المهم داز داك الطاق بسلام وبسهوله بزربه دغيا طلقت في الاخر. بقيت في دارو، بقيت معاه في الدار، يعني في دار الطليق ديالي حتى كملت العده. ما مشيتش كاع لدارنا حيت هذيك السيده كانت لقات لي واحد الناس غادي نمشي نخدم عندهم في الناظور، ولكن انا قلت لها حتى نكمل العده ديالي عاد غادي نقدر نجي. هي هذيك مره العده مشيت عند هذوك الناس الناظور، استقبلوني مساكن، عرفتوا تعاملوا معايا بحال شي بنتهم، وراه باقي عندي معاهم الاتصال ليومنا هذا اللي كنعاود لكم فيه قصتي. كانوا ديك الناس في واحد الفيلا تبارك الله لاباس عليهم، وكانوا ولاد الخير، ما كانوش كيعاملوني نهائيا بحال شي خدامه، كانوا كيعاملوني بحال شي بنتهم. عرفتوا حنايا حيتاش ما كنتش عندهم بوحدي، كنت انا وشي بنات اخرين، كان الحاج كان كيعاملنا بحال بناتو بحال ولادو. الحاجه حتى هي مسكينه كانت ديك الساعه الحاجه كانت كتفرض علينا نجلسوا ناكلوا معاهم في الطبله معاهم هما ولادهم، يعني ما كناش كناكلوا في الكوزينه ولا داكشي نتاع يهزوا لينا ماكلتنا، لا نهائيا. قلت لكم كانوا فعلا دايريننا بحال ولادهم. بقيت معاهم من بعد دبروا لي في واحد الخدمه اخرى عند شي ناس كيعرفوهم، وعشت صراحه معززه مكرمه حتى عند هذوك الناس. تما عرفت وتيقنت باللي الناس راه طوب وحجر، كاين اللي قاسي بحال ماما، وكاين اللي فيه الخير وود الناس وولد الاصل وانساني بحال هاد الناس هادو اللي خدمت عندهم لا في الاول لا في الثاني. بقيت خدامه والصدفه شاءت انني نتلاقى بعبد الحق اللي هو راجلي دابا. عبد الحق كان عنده واحد المحل ديال الحوايج، تلاقيت به غير في دوك الخرجات اللي كنت كنخرج، وداك التسخير اللي كانت تسخر للناس شافني وعجبته خطبني وتزوجنا بكل اختصار. وداز دابا سنوات على الزواج ديالي به. واش غنقول لكم، عبد الحق واحد الراجل اللي الله يعمرها دار، الله يخليه ليا. وكنتمنى لكل مرة مظلومه تلقى عبد الحق ديالها في الحياه ولا تلقى احسن منه كاع. عمرو ما عايرني بالمطلقه ولا بالخدامه في الديور، ما عمري ما سمعت منه كلمه العيب. معيشني في واحد العز اللي ما عمري حلمت به ولا تخيلت انني نعيش فيه. بل حتى خواتاتي الصغار ملي كانوا كيقراو كان كيعطيني الفلوس والحوايج كيقول لي هاكي صيفطيهم لخواتاتك، عيطي الخواتات كيدوزوا الصيف معانا، مسكين وكيتهلا فيهم وديرهم بحال خواتاتو ولا بحال بناتو. صافي بقيت مزوجه وعايشه. واحد النهار عيطوا ليا وقالوا لي راه امك مات. وقسما بالله العلي العظيم مني سمعت داك الخبر والله الدموع بغاو يهبطوا ليا من عينيا نهائيا، بحال دورتي لي وقلتي لي راه غدا الشتا. عرفتوا راجلي مسكين كان كيقول لي علاش الشيطان غير قدام الناس بعدا بكي وقولي الله يرحمها غير قدام الناس، ولكن انا ما قدرتش تخرج لي من فمي، ما قدرتش نافق. عرفتوا والله حتى قلتها لك قلت لي انا وما نبغيش الله يرحمها نهائيا. داز العزا، داز 3 ايام ديال العزا، راجلي بقى كيطلبني ويرغب فيا باش يديني، انا حلفت لا مشيت نهائيا. دابا البلاد والناس وداكشي كامل حاقدين عليا وكيبقاو يقولوا ما جاتش العزا امها مسخط امها وداكشي، ولكن ربي اللي عالم بيا وداكشي اللي كنت حاسه به وداكشي اللي كان كيدوز بين عينيا وسيناريوهات اللي كانوا كيدوزوا قدام عينيا فاش سمعت داك الخبر. داك التعليق اللي دوزات عليا، داك السدان في الطواليت، داك العنف، ما قدرتش ننسى داك الشيء، ما قدرتش نهائيا. وحتى المعاوده ما قدرتش نعاودو كامل حيت داك الشيء قاصح بزاف، قاصح بزاف، وما بغيتش صراحه حتى نعاود نتفكروا بالتفاصيل ديالو حيتاش داكشي صعيب. وهذه هي القصه ديالي وهذه هي حياتي، وبغيتكم كاملين تدعيو معايا بحاجه وحده، الله يخلي ليا صحيحتي والله يخلي ليا راجلي عبد الحق. وانا غندوي معكم انا بصفتي صاحبه قناه. عرفتوا ملي شفت هادشي كامل اللي داز على هاد البنت وكنت تامل في حياتها داكشي اللي داز عليها، خرجت بحاجه وحده وبعبره وحده،
وبعض النصائح اللي بغيت نشاركهم معاكم. اول حاجه عافاكم، راه الامومه راه ماشي غير الحماله والولاده، الامومه راه حنان ومسؤوليه. بزاف ديال الناس وبزاف ديال العيالات كيسحاب لهم باللي كلمه ام راه كتعني العصمه وانها ما كتغلطش. راه كاينين الامهات اللي الله يهديهم راه كيكونوا هما السبب الاول في تدمير النفسيه ديال ولادهم. ونصيحتي لكل ام عافاكم، تهلاو في ولادكم، حنوا فيهم، سمعوا ليهم، هضروا معاهم. راه ديك القسوحيه وديك القسوه راه ما كتصاوب لا رجال لا عيالات حاذقين، راه كتصاوب قلوب مجروحه ومرضى نفسيين. هادشي اللي كيصاوبو. حاجه اخرى، البنات اللي كيسمعوني، راه القرايه هي السلاح الوحيد ديالكم يا البنات. راه اكبر غلطه دارتها هاد البنت هي ملي خرجت من قرايتها وهي فرحانه وهي عندها 14 عام. راه القرايه هي اللي كتعطي للبنت القيمه، والاستقلاليه الماديه هي اللي كتعطي للبنت القيمه، والوعي باش دافعي على راسك هو اللي كيعطيك القيمة. فلذلك نصيحتي لكل بنت أو لكل عائلة عافاكم، مهما كانت الظروف قاصحة وقاسية ما تخلوش على القراية، راه هي السلاح اللي كيحميك من الذل ومن القهر. وهاد البنت هادي بزاف غيلوموها، انا عارفه بزاف غيلوموها حيتاش ما بكاتش على امها، ولا حيتاش ما مشاتش للعزا، ولا حيتاش ما سامحتهاش. انا عافاكم غنطلبكم ما تحكموش على شي حد وانتم ما عشتوش العذاب ديالو. المسامحه راه ماشي بزز، وراه القلب ملي كيتجرح بزاف وكيعمر بالظلم وبالاضطهاد من الصغر راه كيصعب عليه انه ينسى بسهوله. وراه قالت لي هي خدامه وكتحاول انها تداوي دوك الجروح ديالها وتطور من نفسها وتعيش بسلام، ولكن واخا هكا كتحس براسها بلي باقي خاصها بزاف. فلذلك عافاكم دعيو معاها، واللي عنده شي نصائح كيفاش تقدر انها تتجاوز هذا الشيء وتعيش احسن، فاش كنقول تعيش احسن كندوي على النفسيه ديالها. المهم اللي عنده شي حاجه بحال هكا يخليها لي في الكومونتير. كانت هذه القصه ديال اليوم، شكرا لكم على الاستماع. الى عجبتكم بطبيعه الحال ما تبخلوش عليها بلايك، الاراء والنصائح ديالكم في لي كومونتير. وكالعاده الا كنتو باقي ما ديرينش ابوني فديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. السلام عليكم.